رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم قال: شهد عندي رجال مرضيون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. نهي عن الصلاة بعد العصر يعني لا أصلي أي صلاة بعد العصر، ليس على هذا، إنما ما يقصد به التطوع المطلق. يعني واحد عايز يصلي 4 ركعات 6 ركعات ما يصليهمش بعد العصر، إنما لو دخل المسجد يريد أن يصلي تحية المسجد، صلاة مسببة، يصلي تحية المسجد. فاتته صلاة يريد أن يصليها بعد صلاة العصر، يصليها بعد صلاة العصر. ورواية أم المؤمنين عائشة تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر يركعهما